تحفة. سلمى ابو ضيفة. استنى شوية. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في خبرين حلوين. اول خبر ان انا سلمت اخر مشروع للمواد الجانبيه وفاضل بس مشروع التخرج. والتاني خبر انا حضرت ندوه حلوه جدا في الاي تي اي. هخرج اقول لكم الفيدباك بقى، لاني انا متاكد ان هي تحفه، لان انا يعني اشتغلت معاهم كده في التدريب الصيفي، وبصراحه كنت مؤهل جدا للشغل في المجال بتاع جرافيك ديزاين بعد ما خدت معاهم الكورس، بس يعني كنت مشغول في حاجه تانية فما عرفتش. بس بصراحه هم عندهم ضمير قوي في الكورس، وكمان يعني فور فري ببلاش، ما تدفعش حاجه، هي منحه. مهتم باللي انت بتعمليه اكتر من هو بينزلوا مصادر. خالد مثلا انا جيت برضه خالد رشدي في صيدله. هو المحاضر الرئيسي عندنا في تراك انيميشن دلوقتي، وفي محاضرين كتير كلهم شغالين في الصناعه الحمد لله. خالد شغال حاليا في شركه سعوديه. قبل كده كان شغال مباشره، كان شغال في استوديو مهم في لندن. الاستوديو ده كان بينفذ فيلم مفاسة ديزني. تمام، لو ما تعرفوش برضه احيانا افلام الكريتشرز اللي هي سوبر ريالستيك ديزني ما تعرفش تعملها بالكواليتي المطلوبه 100%، فبتخرج جزء منها لاستوديوهات اخرى. خالد كان احد الانيميتورز الرئيسيين في سينما سربرايز وفي مفاسة عالميه جدا. كان حظها كويس انها تقدر تسافر امريكا بسبب انها درست اي تي اي، دخلت مدرسه مهمه اسمها نو سكول، ودي دخلتها خلوها تجاوز الثلاث ترمات لانها درست في اي تي اي. فاحنا ما كناش عاملين اي كنترول على الكليه دي، لكن لما هم شافوا مستواها وعدد المواد اللي درستها والشغل بتاعها عملوا لها سكيل عدد كبير من المواد، فهي بتدخل على الترم الرابع على طول. بعد ما خلصت الكليه دي هي اشتغلت مباشره في الاستوديو بتاع جيمز تمام هناك، وبعدين اشتغلت في ديزني. طب ما تختار انت عني اصلا فرقت وشي قبل كده من المره دي ركبتها صح. ما بلاش عمي عشان فرقت وكانت شويه. طيب دي كانت بتبقى جزء من التاسكات اللي احنا بندي فيها الطلبه عندنا بعض الحريه، اللي هو كل حاجه. ده احمد صيام تحفة. سلمى ابو ضيفة. استنى شوية. سلمى ابو ضيف ثواني. هاي. ما تعيطش خلاص، بالله عليك تعيط. واو. تطلعي في استوديو حاليا مع صلاح في البنت احمد عفيفي ده. بجد استفدت جدا من الندوه بتاعت النهارده بالذات، بس فيها حاجات كتير قوي، فانا هسيبها لكم في فيديو تتفرجوا عليه. يا جماعه بصوا، زميلتي خدت التاب بتاعت جربوا، بصوا رسمتني كاريكاتير.
عرفت اشاور لكم في الندوه حلوه قوي. عامة اليوم ده هيبقى ايجابي وجميل لان في 2 قابلوني قالوا لي ان هم يعرفوني فغيروا لي طاقتي وغيروا لي اليوم خالص بصراحه 180 درجه. خليكم زي اصحابي بقى اللي قابلوني دول وزمايلي اللي انا اتعرفت عليهم وعاملين لايك واشتركوا. يلا انا هطلع بقى كمان مشروع التخرج اللي انا مش عارف اكمله ازاي ده. يلا باي. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ولو احتجتوا حاجه اسيب لكم QR كود تسالوا الاي تي اي عن اللي انتوا عايزينه. باي باي. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. انا بعرض لكم حاجات انا ما كنتش اعرفها ومحدش عرضها لي فيا ريت نساعد بعض ونعمل لايك لبعض. وفي ناس بتضحك عليا خلف الكاميرا يا جماعه بس مش مشكله بكره انجح واعلى ما عرفوش يوصلوا لي. فهقول لكم الفيدباك بعد ما